السلام عليكم متابعين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم فيديو عشا العروسه. دي فرن جديده اول مره نستخدمها اهو، كنت اول مره اولعها. بنخبز طبعا عشان نودي العروسه العشاء العروسه يعني. تمام. دي زي ما قلت لكم دي فرن جديده اول مره كنا بنستخدمها. تعالوا كده معايا في المطبخ نشوف الاخت هنا بتعمل ايه. بتعمل اكل طبعا عشان كلنا كنا متجمعين في اليوم ده، فطبعا لازم ناكل. امال ايه؟ عاملين فراخ اهو، لسه الفراخ على النار. ايه كمان هنا دي تقريبا تسبيكه بتاعه البطاطس، كان الاكل لسه ما استواش، وهي اختي واقفه بتعمل في الاكل. ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك في عمرها. هنا دي الشوربه بتاعه الفراخ هنعمل عليها ملوخيه، وهنا الفراخ دي برضو لسه هتدخل الفرن، وهي بتعمل في التتبيله بتاعتها وهترشها عليها وتحطها في صينيه وتدخلها الفرن علشان تحمر كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هنا البطاطس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في محشي كمان، يا نهار الوان.
اللهم صل مدلعانا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. محدش لايك وحط لايك عشان اختي النهارده مدلعانا، يعني عامله لنا محشي كمان. شفتوا بقى دلع؟ مفيش اكتر من كده دلع يعني. هنا دي هنا اللي كانت منورانا، هنا بنت اخويا. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. هشوفوا دلوقتي الاولاد كلهم فرحانين خالص. هو اليوم كان حلو. الاحلى اللي هي لمتنا، الاحلى فرحتنا ان احنا بنتجمع. زي ما قلتلكوا بصور لكم العيش، بصور لكم ازاي احنا بنعجن، بصور لكم احنا بنخبز، يعني بصور لكم كل حاجه فرحتنا بصورها لكم. يلا بقى اللي فرحان لنا يحط لنا، ينزل تحت كده يحط لنا لايك عشان العروسه الجديده وعشان مرات اخويا. يا رب يجعل قدمها خير كده ويسعد علينا باذن الله. العيش اهو، العيش كان جميل جدا وطري جدا، شايفين طري خالص وهش. والله العيش ده يعني كان تحفه، مش بشكر فيه والله كده، بس هو فعلا فعلا جميل خالص. العيش ده ما شاء الله عليه، ما يغرقوش الشكل، بس هو كان طري خالص وقعد فتره كبيره في التلاجة كمان، شايفين من غير ما ريحته تتغير ولا اي حاجه. يعني ماما ربنا يديها الصحه، وكمان الناس اللي يعني حبايبنا اللي جم خبزوا معانا، ربنا يديهم الصحه يا رب ويبارك لهم وتترد لهم في الفرح باذن الله. ربنا يجعلنا متجمعين دايما. اهي هنا القمر. الاولاد زي ما قلت لكم كانوا فرحانين خالص. ودي ندى بنت اختي، ودول اولاد اختي برضو، ربنا يبارك لهم يا رب ويبارك في عمرهم، ونشوفهم كده عرسان ان شاء الله ونخبز لهم باذن الله. ربنا يدينا الصحه يا رب ونخبز لهم هم كمان لما يبقوا عرسان. دي الفرن البلدي اللي بنخبز عليها. عايزه اقول لكم ان احنا كنا بنخبز على 3 افران. عشان العروسه ده عملناه على 3 افران. الفرن البلدي اهي اول واحده دي. كان في فرنين كمان، الفرن الجديده اللي انا وريتها لكم بتاعه العروسه، وفرن التانية اللي هي كانت قاعده ماما بتخبز عليها. 3 افران اهو. دي اول واحده الفرن البلدي زي ما انتوا عارفينها. عيشها بيطلع حلو خالص برضو. احلى عيش هو العيش اللي بيتخبز على الفرن البلدي. ودي الفرن التانية، تاني واحدة اهي. زي ما قلت لكم احنا كنا في اليوم ده مولعين 3 افران. اخواتي هم، اختي دي اللي بتخبز ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحة. وده مصطفى. ودي الفرن التالتة اهي. زي ما قلت لكم ان احنا بنخبز، يعني عشان احنا كنا بنخبز كمية عيش كبيرة اهو. العيش بنعجنه وبنقطعه وبنعمله كده بالموس. طبعا الموس ده بيبقى جديد ونضيف، ما استخدمش قبل كده غير 6 مرات بس. قصدي ان هو لسه جديد، يعني محدش يستخدمه، لازم يكون موس جديد عشان نعرف نعمل بيه كده العيش. بتقول ايه ليه شايف الموس في الموضوع؟ ما هو الموس اهو بنعمل بيه. تمام، بنعمل بالموس كده والعيش قبل ما نخبزه. تمام، اكيد انتوا عارفين الحاجات دي. احنا بنعمل عيش كده، يعني انا شفت ناس تانية بتعمله بطريقة مختلفة خالص. العيش الشمس ده، بس عارفين يعني الطريقة دي حلوة برضو. حكاية ان احنا بنعمله بالموس كده، بشوف ناس بتقطعه كده من جنب 3 قطع كده. يعني في ناس في أسوان وفي الأماكن دي بيخبزوه بطريقة مختلفة، بس احنا هنا بنعمله بالموس ده كده. زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا وطري خالص، وبصراحة طعمه تحفة. يعني بصراحة العيش الشمس ده بيبقى جميل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اهو هنا ام حسين ربنا يديها الصحة ربنا يجعلها كده عندنا في الفرح دايما بإذن الله، متجمعين في الفرح. اهو شايفين العيش من تحت ومن فوق اهو زي الفل ما شاء الله. ده الفراخ اهي كمان استوت وبتتحمر في الفرن، والمحشي كمان استوى اهو ما شاء الله. يلا بقى اتغدوا معانا. شايفين شكل الفراخ بصراحة يفتح النفس، يعني ربنا يديها الصحة ويبارك لها. اختي هي اللي عملت الاكل اهو، وملوخية ورز وبطاطس ومخللات بقى وحركات، والمحشي اهم حاجة مظبطانا يعني بصراحة في المحشي. فاتفضلوا معانا. عقبال اولادكم يا رب، وعقبال الفرحة عندكم باذن الله. يلا بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وعشنا الشمس ده يا رب يكون عجبكم. وطعمه بصراحة حكاية، طعمه حلو جدا جدا جدا.
اللي محطش لايك يحط لايك، اوعى تنسونا في المتابعة واللايك وكل مع حاجة السلامة. وتكتبوا